أصدقاء قناة تليفونكو، أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. مشكلة تخطي حساب جوجل لهاتف A32 أندرويد 11، آخر إصدار وآخر ثغرة بعد قفل كل الثغرات وبعد قفل ثغرة نقل حسابات جوجل عن طريق سويتش، برنامج سويتش. ثغرة جديدة لكن طويلة شوية. نرجو من حضراتكم ان انتوا تتابعونا في الفيديو ده، وتحاول ان انت ما تجريش الفيديو علشان كل الخطوات مهمة. بس في البداية اطلب من حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا، ويا ريت نعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الاصدقاء. واتمنى اللي يقابله اي مشكلة يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. الطريقة دي اللي احنا هنشرحها مع بعض تصلح لأي هاتف سامسونج جديد. الأندرويد 11 الحماية 3.1، آخر ثغرة شهر 11. الطريقة دي على فكرة تمشي مع A32 A52 A72 أي هاتف أندرويد 11 الحماية الأخيرة. حضراتكم رابط البرنامج المستخدم في الشرح هتلاقوه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. رابط البرنامج المستخدم في الشرح هتلاقوه في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. تابعونا في الشرح ويلا مع بعض ندخل في التفاصيل. اثبت صحية الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. نقوم كده بأصدقائي بتحميل برنامج سهل خالص وبسيط. هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو، سام فيرم. البرنامج ده سهل وبسيط، سهل استخدامه زي ما حضراتكم شايفين. نقوم بتشغيله على جهاز الكمبيوتر زي ما حضراتكم شايفين. هذا البرنامج مستخدم لدخول لدخول الهاتف إلى المتصفح. نقوم بتوصيل الهاتف بوصلة اليو اس بي. طبعا هنا الكمبيوتر اتعرف على الجهاز. لازم الكمبيوتر يتعرف على الجهاز علشان يقوم بالاتصال معنا. بعد تحميل هذا البرنامج وهذه الواجهة نقوم بالضغط على اندرويد تولز، نقوم بالضغط على FRB، ونقوم بالضغط على نختار هنا هذا الخيار Open in يوتيوب، ونقوم بالضغط على اوتو باي باس. نقوم شايفين حضراتكم كده هنا الجهاز عندي، نضغط على عرض زي ما حضراتكم شايفين. هنا بفتح على المتصفح بهذا الشكل، نضغط على VN Room زي ما حضراتكم شايفين كده. نختار اول خيار، نفتح هنا مع بعض، نضغط سماح، نفتح جالاكسي ستور بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. معلش يا جماعة الفيديو طويل شوية لكن سامحونا علشان بس نقدر نوصل لحل مع بعض. نضغط على اغلاق العرض، نقوم هنا في البحث عن SQ Launcher Themes. هذا التطبيق SQ Launcher Themes. نقوم بفتح التطبيق، نقوم هنا بتنزيل التطبيق. في البداية طبعا حضراتكم هيطلب منك حساب سامسونج اكونت، تقوم بادخال سامسونج اكونت على جهاز اخر، يكون معاك جهاز تاني عليه سامسونج اكونت. هيجيلكوا في التفاصيل في الشرح. في باقي الفيديو هتوصل للمرحلة دي. بعد ما توصل للمرحلة دي نجيب جهاز اخر ونقوم بادخال سامسونج اكونت، ونقوم بتحميل برنامج
ادي البرنامج زي ما حضراتكم شايفين كده، نضغط عليه ونقوم بتثبيته على الجهاز الاخر. زي ما اتفقت مع حضراتكم، الجهاز ده المفروض ان هو يكون عليه سامسونج اكونت، هو نفس الايميل والسامسونج اكونت اللي على الجهاز المقفول بالحساب. ده هنا جاري التثبيت. زي ما حضراتكم شايفين كده البرنامج نزل، البرنامج معانا اهو، ده كده هو البرنامج. ثم بعد تحميل البرنامج ندخل الى الضبط، حسابات ونسخ احتياطي، نسخ احتياطي واستعادة، ثم نقوم بعمل نسخ احتياطي للبيانات الهاتف، اللي هو زي ما اتفقنا ان الهاتف لازم يكون شغال مفتوح، مش عليه اي حسابات، سامسونج اكونت فقط. نسخ احتياطي واستعادة الضبط، نسخ استخدام سامسونج اكونت. زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون نفس الحساب اللي على الجهاز. طبعا ننتظر، هنا بيعمل تحديث. تم التثبيت، نسخ البيانات احتياطيا. احنا عايزين التطبيقات فقط، عايزين نسخ التطبيقات فقط، مش عايزين اي حاجة تاني غير التطبيقات فقط. نلغي كل حاجة ونعمل نسخ احتياطي للتطبيقات. نسخ احتياطي الآن، جاري نسخ البيانات زي ما حضراتكم شايفين. زي ما اتفقنا لازم الحساب اللي على الجهاز المفتوح لازم يكون سامسونج اكونت، هو نفس الحساب اللي احنا هنكتبه على الجهاز اللي احنا هنقوم بفكه. كده احنا عملنا نسخ احتياطية. نرجع بقى للجهاز المقفول تاني مع بعض. رجعنا لكم تاني يا اصدقائي بعد ما حملنا التطبيق على الجهاز الاخر. ندخل على هذا الهاتف زي ما قلت لحضراتكم. هندخل هنا على الضبط، واحنا هناك عملنا نسخ احتياطي. هنا هنحط نفس الحساب في سامسونج اكونت زي ما حضراتكم شايفين، ادارة الحسابات. نقوم هنا بادخال حساب سامسونج اكونت اخر. السامسونج اكونت في هذا الجهاز لابد ان يكون هو نفسه الحساب المكتوب في سامسونج اكونت في الجهاز المفتوح. هنكتب هنا الحساب مع بعض. استعادة البيانات، جاري تحديث. بعد فتح الجهاز، طبعا هنا ده الجهاز المقفول وده الجهاز المفتوح، نقوم باختيار الجهاز المفتوح. زي ما حضراتكم شايفين هنا جاب معايا التطبيقات. نفتح هنا التطبيقات، نختار هذا البرنامج اللي هو احنا حملناه، اليانس شيلد، وندوس على تم. نضغط على تم ونضغط على استعادة، تثبيت البرنامج. ننتظر حتى يقوم بتثبيت البرنامج زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. تتم الاستعادة، جاري تثبيت التطبيق. تمت استعادة كل البيانات. نضغط على تم. لاحقا نقوم بالرجوع حتى نلاحظ ان البرنامج، ادي البرنامج موجود هنا اهو. بعد ما قمنا بعمل الريستور، هذا هو البرنامج. الآن الخطوة القادمة هي تسجيل هذا البرنامج على الموقع الرسمي على الكمبيوتر او الموبايل، اللي زي ما حضراتكم تحبوا، على الكمبيوتر ماشي، على الموبايل ماشي، من خلال الجهاز المفتوح. سنقوم بتسجيل البرنامج على الموقع الرسمي للبرنامج. تابعوا معنا الخطوات.
زي ما حضراتكم شايفين ده الموقع الرسمي للبرنامج. نقوم بالضغط على I agree. نقوم بكتابة البيانات هنا حتى يتم تسجيل على هذا الموقع. تسجيل بنجاح على الموقع. نقوم بالعودة إلى الهاتف مرة أخرى. نقوم بفتح البرنامج من الهاتف مرة أخرى. هنا نضغط على التالي تالي. نقوم بالتسجيل كما سجلنا على الموقع. نقوم بكتابة الاسم وكلمة السر مرة أخرى هنا على الهاتف. تم التسجيل زي ما حضراتكم شايفين. نقوم بكتابة الهاتف طبعا A32 5M زي ما مكتوب على ظهرية الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين ظهرية الجهاز مكتوب. معلش بس الصورة مش واضحة شوية. بس A32 5M مكتوب على ظهرية الجهاز. ثم نقوم بالضغط على التالي. نفتح مسؤول الأجهزة تفعل. نضغط على التالي. نفتح النوكس. نضغط على التالي. ثم نقوم على الضغط على إنهاء. ننتظر حتى تفتح هذه الصفحة. بعد فتح هذه الواجهة زي ما حضراتكم شايفين نضغط على مسؤول التطبيقات. زي ما حضراتكم شايفين هنا نضغط على هذه العلامة. فتحت معانا هنا تطبيقات زي ما حضراتكم شايفين. نقوم ببحث عن سيرفس مود زي ما حضراتكم شايفين. ضغط على سيرفس مود. نقوم بالضغط على سيرفس مود. نضغط على السماح. على السماح نقوم بالضغط على الأنشطة. ثم نقوم بالبحث عن جملة تنتهي ب USB setting. جملة تنتهي ب USB setting. USB setting زي ما حضراتكم شايفين هذه الجملة USB setting. نقوم بالضغط على هذه الجملة. نقوم بالضغط على فتح. نقوم بتحديد الخيار الثاني. نتأكد هل تم اختيار الاختيار الثاني أم لا. فتح. تم اختيار الثاني. بعد توصيل الجهاز نقوم بالضغط على ريد انفو زي ما حضراتكم شايفين كده. ريد انفو. يقوم الكمبيوتر بالتعرف على الجهاز. ثم نضغط على ريست اف ار بي. نضغط هنا على السماح. يقوم الجهاز بإعادة التشغيل. نضغط هنا FRB done. ريست FRB done. كده نجحت معانا العملية. ويقوم هنا الهاتف بإعادة التشغيل مرة أخرى وحذف حساب جوجل أكاونت. زي ما حضراتكم شايفين كده تم فتح الجهاز